بفتخر اني سوري. خلال ايام الكارثة كانت رسائلنا كلها للشعوب، للحكومات، للأمم المتحدة، ولكن الآن رسالتنا للسوريين. كيف تعامل السوريين خلال الكارثة؟ السوريين خلال الكارثة قدموا أجمل نموذج للتكاتف وللتعاون وللتعاضد. أثبتوا للعالم جميعا أنهم قادرين على تجاوز مثل هيك أزمات. شفنا المدنيين كيف كلهم انتفضوا لرفع الأنقاض عن أهلهم، وحاولوا يلحقوا قدر الإمكان أنه يطلعوهم قبل ما تنكتم أنفاسهم، قبل ما تنتهي الأنفاس. شفنا أهل الخيام كيف صاروا يجمعوا من بعضهم رغم ضعف حالهم ويعطوا للمتضررين من الزلزال. شفنا فرق الدفاع المدني اللي ما قصرت أبدا وعملت في كل طاقته ليل نهار لحتى تطالع الناس من تحت الأنقاض. شفت هون في جنديرس ناس جاي من مختلف المناطق، من مختلف مناطق سوريا وهجرين لهون، ناس بسطاء، هذا جايب معه قزمة وهذا جايب معه كريك، هذا جايب معه مهدي، جايين بامكانياتهم البسيطة، ناس عم تحفر بايديها ليطلعوا الناس من تحت الردم. المشافي، الفرق الطبية، الفرق التطوعية، الشرطة الحرة، الكل. ما شفت حدا قصر نهائيا. سامحوني ممكن نسيت حدا لأنه إنسان ما بحسن يتدارك الكل، ما بقدر يتدارك كل الفضل بعد فضل الله عز وجل، كل الفضل اللي قدموه السوريين وكل التجربة والنموذج اللي نرفع راسنا فيه اللي قدموه السوريين في هاي الأزمات. شفنا الفصائل اللي تحركت فورا، شفنا المسؤولين أو الجهات المسؤولة المسيطرة على هاي المناطق كيف عملت خلية لإدارة هاي الكارثة ونجحت. شفنا العمل التنظيمي، شفنا كل شيء مشرق في قلب هذا الظلام، في قلب هاي المأساة. كيف قدرنا نحن كسوريين بمفردنا انه نحسن نتجاوز هاي الأزمة ونطلع من تحت الأنقاض ننهض قبل ما توصل مساعدات اخواننا من باقي الشعوب. حق لنا انه نفتخر انه نحن سوريين، وانتم ايضا افتخروا. انت كسوري وين ما كنت افتخر وارفع راسك انك سوري، وانك ابن هذا البلد، وانك قادر بكل وقت تنهض من تحت الركام وتنهض في قوة وترجع تستعيد قوتك وعافيتك، وباذن الله راجعين. المصاب ألمنا جدا والفاجعة كبيرة والخطب جلل، لكن باذن الله نحن صابرين ومحتسبين وبنقول الحمد لله، ويا رب يا رب تعيننا لنرجع ننهض من تحت هذا الركام وننتفض من تحت هذا الركام ونقدر نكمل حياتنا ونكمل ثورتنا ونكمل مسيرتنا اللي كلها نحن واهلنا سواء اللي ظلوا احياء او اللي قضوا تحت الانقاض، ننهض من تحت هذا الركام ونكمل. كل العزاء لشعبنا، اعظم الله اجرك يا شعبنا الصابر، يا شعبنا المحتسب اللي من 12 سنه عايش في قلب الكارثه. الحمد لله رب العالمين اللي ابتلانا، الله يتقبل شهدائنا اللي قضوا تحت الانقاض هون واللي قضوا تحت الانقاض في تركيا واللي عم يجونا جثث هامده. كنا نتمنى وبنحلم انه يجونا وهن على قيد الحياه لنرجع كلياتنا نعيش في وطننا، بس الحمد لله رب العالمين قضاء الله عز وجل نافذ، ما نقول غير الحمد لله. باذن الله رب العالمين رح نرجع مثل ما كنا، نضمد جراحنا، الله يتقبل شهدائنا ويشفي جرحانا ويعيننا لنقدر نتجاوز هي الازمه.